السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حصريات أهلاوي. وكالعادة لا تنسوا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى بركة الله نبدأ بالعناوين. زلزال في صفقة الأهلي وبالعيد، ومحمد الشناوي إلى الوحدة السعودي. بعد عودة وسام أبو علي إلى التدريبات وهدف كهربا، الأهلي يعلن الموعد النهائي لرحيل أنتوني موديست. 3 أفكار في رأس مارسيل كولر قبل القمة النارية. بعد العودة إلى التجميد، قرار تاريخي من الشناوي بشأن مصطفى شوبير. أول رد من يزن النعيمات بعد ارتباطه بالأهلي والدوري السعودي. وإليكم التفاصيل. تشهد الفترة الحالية العديد من الأمور الهامة في ملف الصفقات داخل صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي. انهالت بعض العروض السعودية على الحارس محمد الشناوي، وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته في الفترة المقبلة. ويتصدر فريق الوحدة السعودي الأندية الراغبة في ضم حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، كما هناك اهتمام من جانب فريق الرائد بخطوة ضمه. وهناك اتفاق بين محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ومحمد الشناوي قائد الفريق على الموافقة على العرض السعودي حال وصوله بشكل رسمي، خاصة في ظل رغبة الحارس في تأمين مستقبله خلال الفترة القادمة. وتحدثت صحيفة الشروق الجزائرية عن تعثر مفاوضات النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المحترف الجزائري زين الدين بالعيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت التقارير أن زين الدين بالعيد في طريقه نحو الانتقال إلى صفوف فريق سنت تروبيدن البلجيكي خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتحرك إلى بلجيكا خلال أيام من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي. وكان النادي الأهلي قد حصل على توقيع زين الدين بالعيد قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب بعض الشروط المالية التي وضعتها إدارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري للموافقة على انتقاله إلى القلعة الحمراء، والتي منها الحصول على $1,200,000 ونسبة إعادة بيع بقيمة 20%. تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن فكرة الموافقة على استمرار الفرنسي موديست حتى نهاية الموسم، في ظل اختفاء بصمات اللاعب خلال الفترة الماضية مع الفريق الأحمر. وكان هناك اتجاه داخل النادي الأهلي بعد إصابة المحترف الفلسطيني وسام أبو علي بشأن الموافقة على تجديد عقد الفرنسي موديست لمدة 2 شهور، حيث من المقرر أن يرحل الفرنسي بنهاية شهر يونيو. وجاء المستوى الضعيف للمحترف الفرنسي والانتقادات الجماهيرية والإعلامية التي يتعرض لها اللاعب ليدفع الإدارة الحمراء لرفض فكرة الإبقاء على خدماته. ورفضت إدارة الأهلي دفع مقابل مادي جديد إلى موديست لمدة 2 شهور، بالتزامن مع اقتراب عودة وسام أبو علي وتسجيل محمود كهربا هدف الفوز في لقاء الاتحاد السكندري وتعطشه للمشاركة بشكل أساسي. يأتي ذلك بالتزامن مع عودة النجم الفلسطيني وسام أبو علي للانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب بلاده في لقاء لبنان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. ويسعى النادي الأهلي لعودة وسام أبو علي إلى فورمة المباريات وتجهيزه بنسبة 100% بعد أن تعرض إلى التواء في الكاحل تسبب في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية. ويواصل النادي الأهلي التحضير لخوض مواجهة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة ضمن مؤجلات الجولة رقم 12، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. يسعى الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلى اتخاذ العديد من الأفكار القوية قبل مواجهة القمة ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري العام. ويتطلع كولر إلى اتخاذ العديد من التدابير القوية والرائدة من أجل الإطاحة بنادي الزمالك بكل قوة ومن الشوط الأول قبل أن تتعقد المباراة، وأن يستمر الفريق في خطف المزيد من النقاط للحاق ببيراميدز القابع في المركز الأول. وعلى صعيد الفكرة الأولى، فإن كولر يسعى إلى الاستمرار في التدوير بسبب ضغط المباريات، وذلك بسبب تواجد العديد من اللاعبين الآخرين الذين أصبحوا جاهزين للمشاركة في أي وقت.
واتضح على كولر إراحة إمام عاشور في المنعطف الأخير للمباريات الأخيرة، وذلك من أجل التقاط الأنفاس ومنح الفرصة للاعبين الآخرين، حيث يعاني النادي الأهلي من ضغط مباريات كبير وقوي للغاية. المفاجأة الثانية يسعى من خلالها كولر إلى تجهيز عمر كمال عبد الواحد من الإصابة للعودة مرة أخرى إلى مركز الظهير الأيسر والمشاركة بشكل جيد للغاية، خاصة أن عبد الواحد يجيد اللعب في مركز الظهيرين بشكل جيد وقوي للغاية. وأبلى عمر كمال بشكل متميز في المباريات التي شارك فيها مع النادي الأهلي، وكان له أثر كبير في صناعة الأهداف بمباراة فاركو التي كان فيها إمام عاشور متميز للغاية. المفاجأة الثالثة والورقة الرابحة القوية هي استمرار أحمد عبد القادر في الهجوم بعد الإشادة بمستواه من قبل السويسري مارسيل كولر، على خلفية تنفيذ اللاعب للتعليمات الهجومية والدفاعية من جانب المدير الفني. يأتي ذلك في ظل استمرار محمود كهربا لاعب وسط الفريق في الجانب الهجومي، والاستغناء عن جهود الفرنسي أنتوني موديست بشكل مؤقت من المشاركة في الهجوم مع الفريق. اتخذ الحارس محمد الشناوي قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي قرارا تاريخيا بشأن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الثاني، والذي قدم أداء متميز أثناء غياب الشناوي عن المشاركة بسبب الإصابة الطويلة. وعاد الشناوي إلى حراسة عرين مرمى النادي الأهلي مرة أخرى بعد التعافي الكامل من الإصابة، بالإضافة إلى تجميد مصطفى شوبير ومن بعده من الحراس الذين يأتون فيما بعد، وعلى رأسه مصطفى مخلوف. ويتطلع الشناوي إلى الرحيل لصفوف الدوري السعودي بعد تواجد أكثر من عرض مادي قوي له، وذلك من أجل تأمين مستقبله خلال الفترة المقبلة قبل أن يعتزل كرة القدم بشكل نهائي. وعرضت العديد من الأندية الخليجية العروض المادية الكبرى على الشناوي من أجل الرحيل عن الأهلي، وذلك عبر بوابة النادي الكبرى وبموافقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. ويرى الشناوي أن عرين النادي الأهلي في رحيله سوف يكون بخير في ظل تألق مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي واكتساب المزيد من الخبرات بعد المشاركات المحلية والإفريقية الأخيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي يرحب فيه شوبير بهذه الخطوة القوية التي تجعله يتواجد مرة أخرى في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة من أجل الاستمرار الكاد والتألق المتميز مع الفريق خلال الفترة القادمة. مصطفى شوبير يدعم هذه الخطوة بكل قوة ويتطلع إلى أن يكون الحارس الأساسي للنادي الأهلي، ورحيل الشناوي سوف يحقق المنفعة الكبرى له في ظل تأمين موقف الجهاز الفني بشوبير الخطير صاحب الأداء المتميز. ويرفض كولر خطوة إعادة التدوير في مركز حراسة المرمى، خاصة أن الجهاز الفني ومدرب الحراس يرفض أن يكون هناك تدوير في هذا المركز الخطير مثل الأندية الكبرى التي تسعى إلى تثبيت مركز حراسة المرمى. نفى يزن النعيمات نجم منتخب الأردن والنادي الأهلي القطري الأخبار المتداولة حول مستقبله، وذلك بعد ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال للأهلي المصري وكذلك الدوري السعودي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية. وانتشرت تصريحات على لسان رشيد نوري وكيل يزن النعيمات زعم خلالها بأن اللاعب تلقى عرضين من الدوري السعودي براتب يتخطى 1.5 مليون دولار في السنة الواحدة. وكتب يزن النعيمات عبر ستوري حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: مساء الخير، بالنسبة للكلام المتداول عني بالسوشيال ميديا من متطلبات مالية وغير ذلك غير صحيح. وتابع النعيمات: لا يوجد لدي وكيل أعمال رسمي، وأي شيء لا يصدر مني شخصيا أو عبر صفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي غير مسؤول عنه. وواصل: أي شيء رسمي سوف أعلن عنه عبر صفحات رسمية. شكرا لكم أحبتي، دمتم بخير، لا تنسوني من دعائكم. وانضم يزن النعيمات صاحب 25 عام إلى الأهلي القطري في يناير 2022 ولديه عقد ممتد حتى 30 يونيو 2025. ولفت يزن النعيمات الأنظار بمستواه مع منتخب الأردن وإنجاز الوصول إلى نهائي بطولة كأس آسيا الأخيرة، وأيضا حقق اللاعب أرقام مميزة مع الأهلي القطري، فقد خاض معه 51 مباراة بكافة البطولات منذ انضمامه وسجل 17 هدف وصنع 15 تمريرة حاسمة لزملائه. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية أخبارنا اليوم، وفي النهاية
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وانتظروني في أخبار وحلقات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.